عمرك سألت نفسك إحنا مين أو منين؟ الحقيقة إن إجابة السؤال ده لا هتروح في الفلسفة ولا في التاريخ، لكن هتكون إجابة علمية دقيقة جدا لكل شخص اسمه مصري، لأن انتشر في السنين اللي فاتت أقاويل كتير بتقول إن الجينات المصرية اتغيرت، وده بسبب الهجرة والترحال أو يمكن الاحتلال اللي حصل على الشعب المصري، وده كمان أدى إلى تغيير جينات، وإن المصريين في الوقت الحالي ملهمش أي علاقة بالفراعنة. لكن اللي حصل في شهر مايو في سنة 2024 كان في الرد الصادم واللي قرر بشكل علمي دقيق جدا ومفصل انه يرد على سؤال مين هم المصريين وجايين من فين اصلا، ويقفل باب التكهنات عن الجين المصري بارقام علميه صادقه وصادمه، لدرجه ان المعامل الشهيره والموثقه على مستوى العالم صدمت فعلا من نتائج التقرير اللي هنتكلم عنه في الحلقه. دي انا هحاول اوصل لحضرتك فكره علميه خطيره وكبيره جدا، هحاول اوصلها لك بافكار بسيطه جدا بحيث تفهم يعني ايه الجينوم المصري، وليه المعامل المصريه جمعت عينات من اكثر من 1000 شخص مصري من 21 محافظه علشان فقط حدد الجين المصري. والسؤال المهم هو احنا في 2026 لما نعرف الجين المصري يفرق معانا في ايه، وهل ده ياثر على حياتنا الطبيه ولا لا؟ وده السؤال اللي هنحاول نجاوب عليه في الحلقه دي من الخلاصه مع وائل، حلقه جديده مهمه جدا. شرفني بالاشتراك في قناه الخلاصه مع وائل على اليوتيوب، تابعني على كل المنصات، يمكن يوصلك شورتس وريلز تدخلك تشوف الحلقات. تعالى ندخل على